السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو بتاعنا النهاردة فيديو مهم، هنعمل فيه شوية تفريزات كده هتنفعك قوي لو كنت ست بيت ومش عندك وقت ان انت تدخلي المطبخ وتقفي فيه كتير، او كنت عاملة سيدة عاملة بتشتغلي او موظفة. برضو الفيديو ده ليكي، برضو هيفيدك. يعني شوية تفريزات كده انا جربتها وكانت مفيدة قوي. من اهمهم ان انا هفرز معاكم شوية فلفل كده بطريقة عادية خالص، مش فيها اي حاجة، يعني ممكن اي واحدة تعملها. دول شوية شطة كده كانوا عندي، قلت خسارة انا هعملهم، هفرزهم هقطعهم كده زي ما انتوا شايفين، واحطهم في الكبة ويدوب بس اضربه في الكبة مع شوية توم والبهارات بتاعتهم ملح وكمون، وهحطهم في علبة وارش عليهم شوية زيت. مفيش اسهل ولا ابسط من كده، بتفيدني في حاجات كتير. انا هنا بوريكم التفريزات اللي انا عاملاها. ده توم مفروم عملته معاكم قبل كده وماشية عليه بقالي مدة، وعندي توم مش مفروم زي ما هو كده صحيح بيحتاجه برضو. وعندي هنا دقة السمك المشوي، وعندي فلفل الوان، وهنا زي الفلفل زي اللي انا عاملاه ده. يعني الحاجات دي كلها بتفيدني، بتنفعني، بتوفر عليا وقت. مش تقولي ان هو الحاجات دي مش مستاهله، لا. وعندي كمان هنا خضره وهفرز معاكم كمان دلوقتي خضره اللي هي بتاعه المحشي زي دي كده. برضو لقيتهم عندي قلت خساره بدل ما اسيبهم يبوظوا، هيجي عليا وقت هكون مش فاضيه ان انا اخرط، او هيجي عليا وقت مش هيكون عندي اصلا الحاجه ديت، فهلاقيها عندي في الفريزر. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. زي ما قلت لكم انا بقطعهم وبحط عليهم شويه توم، بفرمهم في الكبه وبحط عليهم البهارات بتاعتها. بينفعوني بقى لما اجي اعمل محشي، اخد منهم شويه. بينفعوا بتنجان، بينفعوا ملوخيه، بينفعوا ممكن اخدهم واعمل منهم دقه سمك، احط اعصر عليهم ليمون وكده. دي مش هعصر عليها ليمون ولا احط عليها خل، انا هشيلها زي ما هي كده في الفريزر. تنفعني الاكلات كتير بحتاجها، وهتنفعك وهتوفر عليك وقت. جربوها ان شاء الله هتنفعكم. انا بعد ما بفرمها بحطها في علبه كده جافه، اتاكد انها جافه، وعلبه اكون مستغنيه عنها مش محتاجاها عشان هيقعد عندي بفتره في الفريزر. وهرش عليها شويه زيت. الزيت بيخليها بتحافظ على لونها وتحافظ على قوامها، وبيكون سهل ان انا اخد منها جزء بالمعلقه بعد كده في الفريزر. عندي كمان التوم انا كنت واخده منه شويه، فبرش عليه شويه زيت كمان، يعني بحافظ عليه اكتر. عندي كمان هنا الخضره دي شبت وبقدونس، لقيت عندي حزمه كده قلت بدل ما ارميها هخرطها بالشكل ده كده، واخدها افرزها في الفريزر. بشيلها بحتاجها اوقات كتير قوي، بيجي عليا وقت ان انا محتاج خضره محشي او خضره للكفته ما بتكونش عندي، فبطلعها من الفريزر بلاقيها زي ما هي وبستخدمها. خساره الدنيا بقت غاليه. نحافظ على نعمه ربنا علشان ربنا يبارك لنا في النعم بتاعتنا. كل ما تحافظ على نعمه ربنا، ربنا يبارك لك في بيتك وفي حياتك وما يعني النعمه تدوم عندنا ان شاء الله. طريقة سهلة وبسيطة مفيهاش أي حاجة خالص، بس أنا حبيت أنزل الفيديو للاستفادة. جربوه، أنا مجربة كل الحاجات ديت. بتفضل في الفريزر زي ما هي، مفيش أسهل من كده. وبتفضل كمان يعني محتفظة بقيمتها. لو انت حتى خرطتيها وشلتها في الفريزر ودخلت تجميد على طول، لا أعتقد يعني إن هي هتفضل محتفظة بقيمتها، وأحسن ما ترتمي وتخسر خسارة يعني. يا رب الفيديو يكون فاتكم النهارده واستفدتوا منه وتقدروا انتوا تنفذوه. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني باللايك والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.